سوى احداث ارهابيه، واللي صار مع اخوتنا المغاربه واللي صار في تونس هذا اكبر دليل، فهمت. لكن للاسف اخوتنا المغاربه فاقوا قبلنا كتوانسه، فاقوا قبلنا وعاقوا بهم وعرفوا يعني شنو هو السم اللي دسوا هذايا للنظام الجزائري للناس وللشعوب، واغلقوا معاهم الحدود وسكروا معاهم الحدود وفرضوا الفيزا عليهم ما يدخلوش. ومشى تفكيرهم اكثر من هيك، يعني الاخوه المغاربه انه حتى المناطق ولا المدن اللي على حدود الجزائر ما خلوهاش يعني في عيشتها ولا في كذا ولا كيفاش باش يعيشوا، انهم مربوطين بالمناطق الحدوديه مع الجزائر، وخلقوا يعني ثروات في المناطق هذيك باش انه المواطن المغربي ما يكونش يعني دخله الوحيد ولا خدمته الوحيده مربوطه بالمناطق الحدوديه. يعني المواطن المغربي شو اسمه يعيش من خيرات المغرب، ماهوش مربوط بالجزائر. وحتى كان يتلفت باليمين على المناطق الحدوديه الجزائريه، يتف عليهم ويقول مانيش في حاجه ليكم، فهمت. وهذا اكبر دليل للاسف احنا في تونس ما خلطناش ليه الشيء هذايا. عندنا مناطق حدوديه يعني نقولوا احنا يعني مزات مبادلات تجاريه ما بين الجزائريين وما بين التوانسه. التوانسه زاد والله على رغم يعني فما احنا التوانسه اللي نمشيوا للمناطق هذيك باش نشريوا سلعتهم وباش نخدموهم ونعطوهم دراهمنا، فهمت، باش المناطق الحدوديه ذيك نتاع الجزائر اللي هم يعيشوا على خيرات التوانسه ويعيشوا على التجاره مع التوانسه. واكبر دليل انا ولد خالي كان يعني يتاجر من الحدود الجزائر، ومن بعد تالي فما فتره جاه ليفرور جديد يعني يتعامل معاه يجيب له السلعه من ايطاليا. جوه الجزائريين يعني اللي كان يشري منهم وجوه لتونس وقالوا له يا ودي غير ابقى اشري سلعتنا واحنا نجيبوا لك السلعه لتونس، وش اسمه غير بركه ما تسيبناش وما تبطلش ما عادش تشري من عنا، خاطر هما يعرفوا اذا خسروا الكليونات التوانسه دونك المناطق هذيك ماهيش باش تعيش، والنظام الجزائري ماهوش قادر حتى يعمل لهم استثمارات باش يعيشوا منها. دونك انا كمواطن تونسي نطالب الدوله التونسيه ونطالب يعني النظام الموجود انه يغلق الحدود مع الدوله هذه، خاطر دوله متآمره، دوله تعرف كان تطعن يعني في الظهر. قد ما عملنا معاهم كما قلت نحكي في التاريخ والتاريخ يشهد، لكن شفنا منهم كان المآسي، وشفنا منهم يعني كان الغدر. شو اسمه نشوفوا يعني حتى في التربيه نتاعهم، يعني النظام نتاعهم الدوله هذه دوله الكبرانات اشنيه تصدر للعالم المغاربه والتوانسه والمصريين وكذا، يصدروا يعني للدول الاخرى ناس راقيه، ناس تعرف تمشي يعني مهندسين وناس اطباء وش اسمه ويقروا في الجامعات. لكن النظام الجزائري يصدر كان كالنوعيه اللي تعرفوها انتم تشوفوها في فرنسا وفي باري، يعني اللي يبيعوا في المخدرات واللي يسرقوا واللي يدراقوا في النساء الكبار واللي يدراقوا في البنات. واحنا مشينا في السقين في جرتهم هم يعني تحسبنا من البلدان الاخرى وتحسبنا يعني من الجزائريين بداوا ينسينيالوا فيه، هذا عادي يعني مش غريب عليهم. بالله اخوانتك بيس شد النوت نقول لك باش ما يعطوكش سينيال. ما عندهم ما سينيالوا اول شيء السلعه التونسيه. انا واحد من الناس حليت دي لايف وباش نحل دي لايف عليهم وباش نكثف عليهم لا للتجاره الموازيه لان تضرب اقتصاد بلادي. يمشوا الجزائري يجيب لي حمود بوعلام، يا ولادي حمود بوعلام هذايا كي تشوفوا بركه تصوروا يا اخوان قاعد في قاعده رومانسيه، واحد متزوج يروح هكا يهز معاه حمود بوعلام المرتو، يتصور انت فهمتني. حمود بوعلام كي تشرب مرأة يلزم معها محرم. حمود بوعلام هذا كي تشرب المرأة مرأة تونسية يلزم انه نعملوا فتوى ما تتشرب حمود بوعلام الا ما تكون عماك محرم. المرأة متوصل اني تحط قرعة حمود بوعلام الا ما يكون عماها محرم، خوها راجلها عمها بحذاها عادي. حمود بوعلام تشرب فيه كانه يغتصب فيك، مش قزوز عنده كانه يتحرش فيك. عندهم قزوز اسمه حمود بوعلام كي تشربه كانه يتحرش بيك، فهمتني. هذايا نحن نخلوا منتوج بلادنا ونمشوا نجيبوا حمود بوعلام هذا، فهمتني. اقسم بالله العظيم حمود بوعلام هذايا تشريه وتشري معاه كميه لوز وكميه فستق وتمشي تعمل به سكره، مش تشرب به عصير. معناها تشرب حمود بوعلام تصور انت معدي يسمى دي صور بحذا مرتك شارب حمود بوعلام. بالله عليك شنو الرومانسيه تخرجها من فمك، تولي تخرج في الرومانسيه من اللقطه مش من فوق، فهمتني. هذه حمود بوعلام هذا شيء اكثر منتوج هذا تشرب وتطلق مرتك على البلاصه معناها. هذا حمود بوعلام مشروب يفك الاسر مش يقرب الاسر. هذه انا سميره ميوت بالله. هذه حمود بوعلام يا اخوان المنتوج الجزائري ذا هو كي تشربوا يشربوا عازب يكره الزواج اصلا، تشربوا واحده تولي انس، يشربوا كوبل تصور انت واحد هكا، تصور انت واحد كوبل فهمتني. كلم مرته قال انا جايه كل يوم صمدي سوار هكا باش نعدوا صريح في الدار الدنيا بارده
فهمتي، شويه زريعه، على شويه كاجو، على شويه منه، ويتعدى منه يضرب لها بحيده بوزوز لتر وحمود بوعلام، يهزها هكا ويحط لها في الطاوله. شنو هي اخلاقك؟ حمود بوعلام هذا يفسد حتى الاخلاق، تولي عادمه، تولي ما عادش تحب تخدم، تولي يعني البوم وبو حمود بوعلام وبو حتى اللي يا وليدي. انا حمود بوعلام مشروبه، حمود بوعلام مشروب. عندهم جازوز اسمه جازوز ترمه، عندهم في الجزائر جازوز اسمه جازوز ترمه. تمشي للعطار تقول له بالله خويا العطار، خويا عندكش بربي ترمه بيضه راهي بارده، بالله راهي الخياط اخويا بعثتني امي باش نشري ترمه سخونه وترمه بارده يا الخياط بو مثلا. وقيل انت هو نتاع الفتفوت، انت هو نتاع الفتفوت. لا هو نتاع الفتفوت، هو نتاع الفضايح الجزائر. اسمع، انا ساكن على الحدود، ودي حضرت العرس مره، تعرف عندهم غنايه، تعرف شو يقولوا؟ نعم. يقولوا له لا ودخل يده من تحت الزيزه وقرصها. يا ولدي يا ولدي حتى من الحلويات تحرشوا بها، مسمينها بزاز المريم. هذاك ولينيكم انت انسان ذكي والله، قاعد تتعارك مع الحلالي في الطبعه. لا اخويا اسمعني، انا عندي ستيل، عندي سيستم نضربك. انا ريتك نسب جزائري بضحكه، نخلي السبه تتبع فيك البرد، تصوت عليه كل مره. بالله باش نسأل يا خياط، باش نسألك. نعم اخويا. بالله حياتك انت كامله قابلت شي واحد طالب تونسي قال لك راني قريت مع واحد جزائري في الجامعات الاوروبيه؟ يستحيل. مستحيل. يقول لك قريت مع مغربي، يقول لك قريت مع ما نعرف شنو. بالله اعطيني انت، هل باش نسالك انا سؤال يا سيدي، احسبني ما تو ثماش مراه جزائريه قادره انها تجيب وسام الملولي ولا الحفناوي ولا انس جابر؟ لا تجيب جمعه وتجيب شوشع. جيب حمود ابو علام يرجع مرجوع لك، حمود ابو علام. اسمع خياط، والله انا خايف من حاجه والله. شنو يا خويا؟ ما تخاف حتى من شيء. والله خايف اكبر حاجه هذيك كل والله ما يقلقوني، انا اقسم بالله، خاطر شعب جاهل اللي 92% رجال جاهله و97% نساء. قلت لك خايف من حويجه واحده. نعم. خايف لا يتقاتلوا في بعضهم ومسكرين عليهم الناس الكل يجونا نحن غادي. انا خويا كان يجوا عندي ارض كبيره نعملهم قواطين، وذاك الليله ب 100,000 تجبع. ليله ب 100,000 نعملهم قواطين نسكنهم فيها ثم، وليله ب 100,000 وضرب لهم برمه كبيره، نطيب لهم بالحطب، نطيب لهم في الفتفوته اللي وكلوا هنا ميك نوكلها لهم. اسمع، ثم حلويات نتاعهم كليتها ولا سويوات؟ لا انا كلها لا ندور بها ودمي. انا نهار اللي وليت ندخل للجزائر ندخل صايم نخرج صايم. يا ودي قسما بالله مشيت من الحدود التونسيه حتى البلاد اسمها باريكا ورجعت جيعان. يا ولد عمي يفطر في كرسي بالقهوه. اسمع، كرسي بالقهوه فطور. يا ولدي كوارث، اقسم بالله الا غريبه والله. يا ودي عندهم فطور اسمه كرسي بالقهوه، ويعملوا فوق منه شويه بسكو يك، ويصبوا ويشدوا الكرسي ويحطوا فوق منه البسكو، اكل بسكو هذاك، ويصبوا فوق منه القهوه كحله وياكلوا بالمغرفه. كرسي بالقهوه. ودي مقارونه سباغيتا حاطين فوق منها زوز طروف باذنجان وعظمه مصموطه، لا عظمه مقليه وش اسمه وعرشه معدنوس. يا ودي مرة مشيت عند واحد جزائري حبس ثم حبس تحت بان ثم يسونس، حبست بحذا دارهم. قال لي كاك شواش يا تونسي خاصك حاجة؟ قلت له تفضلوا. قال لي اجا ادخل والله تفطر، والصالة يسموها زقيفة. الصالة يسموها زقيفة. يا يجيك حديث. عندي اسمع، عندي جد. دقيقة أنا جايك أنا أحكي لك أنا الطرفة دي. الصالون يسموها زقيفة، وديما تلقاها كل جزائري عامل زقيفه على اليمين، دار على اليمين يدخل فيها العباد ثم. يا خويا انا قاعد ثم متكي ومد رجليا متكي هكا على ظهري وساقيه مادم، هيا الحصير وساقيه قريب توصل للباب، كي يجي يحل الباب نجبد انا ساقيه باش يرد الباب، فهمتني؟ مو انا ماني طويل طولي 2 متر، واكل بوك الزقيفه هذيك جت طول. يعيشك اختي، جت تقول كونتينر مستطيل، جتك زقيف في الصاله، وانا متكي كي يجي هو يحل الباب قال لي كلك ما يخصك والله، لا تقعد تاكل. هيا جيب
الغداء شنو هو رز؟ اقسم بالله العظيم يا ولادي روز انت تاكل فيه وهو يطرش. قطعة لابس. اختي دقيقة اخت بلفي دقيقة اختي نعطيك كلمة فقط 2 دقائق ونعطيك الكلمة. قلت لك ناكل فك الروز واكل روز تحت سنية يدي واش هذا روز ولا قطاني ولا شعير يا ودي انا. هذاك علاش سنة وطايحين هما يا ودي انا تقريبا وليت يا ودي شكيت انه شعير يا ولد عمي يا ودي تقول لك مقمح تنقول لا حشمتي يا خويا ونام برجلي جعان ولازمني ونعبي كرشي حتى بالحجر يا خويا نقرمش فيه فك الراس خرج لبرا اقسم بالله العظيم يريد الله يغفر ويسامح يا ودي خويا خرج لبرا وشخلت فيه القيل وضربني العرق وتحيرت علي المواجع. هذيك شربت الماء فوق وتبشم يا ودي صار ما شربتش الماء نصرف في الكوكا نعدي فيه بالكوكا جرى لي كيك النعجه البشمل. تفضل اختي السلام عليكم خويا. تحياتي اختي مرحبا بيك. الله يسلمك. انت تونسي؟ والله تونسي اختي. لا نسمع فيك تهضر على السيد اللي عرضك على الروز يعزمك على الروز. هو عزمك يا اخي عرضك للدار. لا عرضني على بلاصه اسمها زقيفه. وشنو زقيفه هذه؟ ندير عليكم انا كنتم تقولوا زقيفه. مش معناتها زقيفه. انا من الجزائر العاصمه يا ودي زقيفه هو ندير برا نعطيك الكونت نتاعو كلميه واسالوا. لا سامحني انت راك تهضر على الجزائر كاني كاك تهضر على البلاد كاني هاد البلاد هذه ما فيها لا خير لا خمير لا ضيف الناس لا فيها وظيف. لحظه اختي بلفي لحظه دقيقه خليك معنا الساعه. خلينا نعطوا الاخت خويا يا الافريقي ومن بعد نرجع لك. يا الافريقي يا غالي تفضل اخويا. اهلا وسهلا بالغالي شحوالك سي الخيال. تحياتي. كتبت كومنتير نطيروك المديرة تيران هكا طيروا نحيك ستيلو. تعسفت علي الاخت مريم هذه. رحمة الله مريم. لا عادي ما يعرفوكش. مو يا سي الخياط مو نحن نتبعوا طريقة التجزيرية تعرفك اللي